بالنسبة أستاذة بغيت غير واحد التساؤل الله يجازيك بخير، غير بالنسبة للثمن ديال العجل مثلًا ديال 400 و 420 كيلو، 400 كيلو، واش في الثمن ديالو حي كيكون غلا من الثمن ديال العجل مثلًا اللي غادي يكون ديال مثلًا أنت دخّلتي عجل ديال 400 كيلو شريتيه ب54 درهم مثلًا الكيلو كعجل مستورد، ولكن إلا خرّجتيه مثلًا أنت مخرّجو للذبيحة واش كيكون الثمن في نفس الثمن اللي غادي تبيع أنت مثلًا اللي باش شريتيه أولا كيكون الثمن قَل؟ لا العكس، العجل قد ما تزاد في الوزن قد ما كيرخص، حيت ديك الساعة راه كيتزادوا الكيلوات، راه 420 كيلو هنا يعني راه عرفتي تبيع وتشري معاه راه تقريبًا غادي تشري معاه بالثمن ديال اللحم ديال الذبيحة، مع مثلًا إلا كان اللحم داير واحد 49 درهم تقدر تشري أنت ب50 درهم، فهمتيني؟ يعني وكتبقى يعني العجل ملي كيتزاد في اللحم في الوزن كيتباع أقل من الوزن الصغير، الوزن الصغير اللي كيكون غالي، أمّا الوزن الكبير كيكون رخص، لأنه مزيود في الpoids ما يمكنش هذا غادي يكون غلا من العجل الصغير، وهذا الشيء راه معروف يعني في السوق راه كتلقى ديما الكسابي غلا من السمين، ما يعني بالنسبة للكيلو بطبيعة الحال ديما كيقول لك الكسابي غلا من السمين.